افضل شغال في شركتي اللي انا شغال فيها ولا افتح شركه؟ ده ليه مميزات وده ليه مميزات، والاثنين كويسين على فكره. بس لو اخترت ان انت مثلا تكمل في الشركات، فاعرف ان انت لازم دايما تكون مابديت معلوماتك ومذاكر التكنولوجيز الجديده عشان تواكب التحديثات اللي بتحصل في المجال. لو افتح شركتي فانت مش هتعتمد بالكامل على البرمجه خلينا نقول اقل حاجه عندك او اسهل حاجه في قطاع الشركات هي ان انت تبقى فاهم برمجه. في تحديات كتيره جديده هتظهر معاك انت مش عامل حسابك عليها، ولازم تدرسها كويس. بدايه من الانظمه اللي موجوده في البلد اللي انت شغال فيها، لان انت كده هتخش بشكل رسمي سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، الكلام ده كله، فلازم تعرف الانظمه الضريبيه شغاله ازاي، الحسابات بتشتغل ازاي، الجزء القانوني في التعاقدات هتبقى عامله ازاي. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هي المجالات اللي انت محتاج تدرسها اصلا عشان تخش تفتح شركه. وهنا مش بقول ندرسها ان انت تبقى عالم فيها او محضر دكتوراه، لا، على الاقل تبقى عارف كل مجال ايه الاجزاء اللي انت محتاج تغطيها. زي مثلا مجال التسويق، زي مجال الاداره، ايه طرق الاداره المختلفه، زي مثلا سوفت سكيلز، انت هتتعامل مع بشر ودي اصعب حاجه في الاداره ان انت بتتعامل مع بشر. اخر حاجه المبيعات، لازم برضو تبقى عارف طرق المبيعات وايه الافضل طريقه ما بينها عشان هتقدر بعد كده تدير فريق المبيعات الخاص بيك.